بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. سأتحدث من حيث الأساس عن أحد الأخوين محمد شين المحمدي، وذلك من باب المعاشرة. المناصرة هي للأخوين الكريمين. هنون صديق عرفته وأجله وأترحم على روحه، وإن كنت سأركز في مقولتي على محمد شين فمن باب المعرفة والمعاشرة فقط. أما مكانة الأخوين فهي على حد التساوي في قلبي، من حيث الأهلية، من حيث المحبة، من حيث الاهتمام، ومن حيث القرب. كل ما مني من مقدار شرف وهو من بعيون، وهناك من العارفين بالأمر. الحديث عن محمد شين وفي ذكراه حديث لا شجون. يوم 15 فبراير 1996 الموافق ليلة الجمعة 27 رمضان 1417 توفي أخي وعزيزي محمد شين المحمدي، صاحب البسمة الرائعة والخلق الرفيع والثبات على المبدأ. توفى في حادث سير أدمى القلوب. كان رحمه الله في طريقه إلى البلد الطيب على نية الحضور لختم القرآن في حضرة مشايخ الخير والبركة والمجد التليد أهل الشيخ القاضي نفعنا الله به. وأدركته كثيرا ما يحكي أهل الشيخ القاضي لمن اللي فيهم دار المعبود، ألا أول ابن فنان في البشر والورق والعود. وبالتالي محبته لهم كانت ربما من أسباب الشوق بهم، وأن يلقى ربه وهو في طريقه إليهم لختم القرآن. كنت دائما أفكر بأن أكتب في ذكرى رحيله، ولكن القلم لم يستجب. فقررت ذات يوم أن أترك القلم وأن أكتب بروحي ومهجتي. فنطقت بلسان قلبي عن أخ أحببته حيا وأحببته وبكيته ميتا. لم أكن أدري من أين أبدأ. هل أبدأ من أيام الطفولة في ضواحي مقطع الحجار بين المرقة ودويرة قيني، بين المحصر والقرية؟ أم أبدأ من عهد المدرسة الابتدائية وقرتة وبسكيت ومبار بنجل؟ لا أدري، ولا أدري عن أي محمد شين أكتب. هل أكتب عن محمد شين الإنسان، أم أكتب عن محمد شين الفنان، أم أكتب عن محمد شين المناضل والزعيم، أم عن محمد شين المحامي والسياسي؟ لا أدري. إن حياة محمد شين كانت كلها تميز وعطاء. بدأت بنجاح باهر في الدراسة، وتوجت بمسار وظيفي مميز. نال المرحوم شهادة البكالوريا وهو في منفى اختياري بالسنغال في ثانوية صقر الكامل. وكان لي الشرف والمتعة أن كنا نسكن معا في غرفة واحدة. بعد أن قاد بشجاعة واقتدار إضراب في ثانوية روسو عام 1969 طرد على ظهره من المدرسة، ثم واصل دراسته بعد دكار بالجامعة في تونس، وعاد إلى الوطن بشهادة الليسانس في القانون منتصف السبعينيات. دخل سلك المحامي ليصبح واحدا من أكثر المحامين الموريتانيين خبرة وكفاءة. يقول زملاؤه بأن مرافعاته كانت قمة في البلاغة القانونية والأدبية. وبعد مدة وجيزة انتخب نقيبا لسلك المحامين الموريتانيين. كان رحمه الله حاضرا ومدافعا بطلا
عن الحرية والعدالة في كل المناسبات. محمد شين رحمه الله دافع عن القوميين العرب 79 همانيين، دافع عن رابطة الموريتانية من أجل الديمقراطية 16 مارس 81 عن الجماعة، دافع عن نشطاء الحر حركة الحر وإخوانهم الزنوج عام 1987، دافع عن جماعة البعثيين عام 1989. لم يغب أبدا، حيث ينبغي أن يقول فيه كلمة حق لصالح متهم ظلما وعدوانا، ودافع عن غيرهم من سجناء الحرية والرأي، وختم مساره الحقوقي وأكمله بنشاط سياسي شجاع. لقد شمر عن ساعديه وزج بنفسه في المعترك السياسي مع بداية التسعينيات القرن الماضي. رشح نفسه مستقلا في انتخابات الشيوخ 1992 وفاز بمقعد بابابي بعد أن هزم مرشح الحزب الحاكم. محمد شين خلق ليكون فائزا دائما وقمة في كل شيء، قمة في الأدب، قمة في الظرافة، قمة في الأخلاق، قمة في الشجاعة، قمة في الطموح والشموخ. عاش نقيا 40 سنة ونيف، بلغ فيها من المعرفة والمال والجاه والمنزلة ما لم يبلغه أحد من جيله. حتى الآن في 40 من العمر قل من وصل إليه محمد شين. وقبل السياسة والقانون وبعدهما كان المرحوم فنانا ملهما وملهما، جمع بين التقليد والتجديد والأصالة والإبداع. لقد حرر الموسيقى الموريتانية من هيمنة الإقطاع وأخرجها من قبضة السلطة والأمراء والإثرياء ليضعها في متناول العمال والفلاحين والفئات المضطهدة، واستحق بذلك لقب فنان الشعب وفنان الثورة وفنان النضال، فنان الكادحين. من منا لا يتذكر أغانيه مد اليدين للكادحين؟ من منا لا يتذكر يا شعب انتماله بجمة التليت؟ من منا لا يتذكر رقدي وقدي نار الثورة لا هي تقدي؟ لا يختلف اثنان بأن محمد شين كان رائد الأغنية السياسية الموريتانية الملتزمة، وقف بصوته العذب وأدائه المميز إلى جانب الضعفاء والفقراء والمهمشين في الداخل، وتغنى بالقضية الفلسطينية وضد التمييز العنصري في الخارج. دافع عن المضطهدين والمستضعفين في جميع أرجاء العالم. نتمنى الآن لو كان حيا معنا وأسمعنا ما سيقوله في فرسان كتائب عز الدين القسام في هذه الأيام. أكيد كان سيغني وكان سيكون غناه من أجمل ما سيغنى في هذه الملحمة التي نعيشها حالا. لما ينشغل محمد شين بالدنيا عن الآخرة؟ كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يصلي، يزكي، يصوم، حج البيت واعتمر. عرفناه بارا لوالدته أيام التحدث التي هي بنفسها منظمة خيرية غير حكومية تبذل الخير آناء الليل وأطراف النهار، منفقا من ماله، محبا للخير، حسن الخلق، لينا هينا، مداحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته الجميل. وتحضرني هنا مختاراته الغنائية من قصائد البصيري، وخاصة عندما يردد في التحزام: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم. ويعود إلى البصيري في ليبيا ويغني: فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب؟ هذا هو محمد شين محمد ورحمة الله عليه. ومن أشعار الولي الصالح محمد الأحمد يورا كان يغني: يا غافر الذنب العظيم وساتره، ويا من له ذلت رقاب الجبابرة،
صنعت بنا في أول الأمر كله جميل، فأتبع أول الأمر آخره. وكان يغني للولي محمد اللادب غناء يمتدح الأرض والوطن والنزاهة والوطنية والالتصاق بالأرض وبالمكان. وكان يغني للضعفاء والفقراء وعن ظروفهم، وهذه الميزة فيه لم أجدها عند أي أديب أو فنان أو سياسي غير محمد شين رحمة الله عليه. كان يغني في البيار كثير نضحك يكلاش وضحك أخباره فارقة، أنت عريانة باوداش ميت والخيمة فارقة، وكنا نضحك ويقول لنا هذا هو حال 90% ممن هم حولنا. الرجل كان متقدما عن زمانه، وكان يحلم بأن يرى شعبه متحررا من رواسب الماضي، متجاوزا لفوارق الطبقية والفئوية والشرائحية في دولة عدل ومساواة. وكان يعشق إذن كما قلت الغناء بنشيد البركنية للأستاذ عبد المصطفى بدر الدين رحمه الله: بني بركنا شعبنا المقتدر على البغي والظلم والعسف ذر، ولا تخف ولا تخفي صوتك واجهر به، فمن شاء سر ومن شاء جهر، إلى آخر القصائد. وقنا بشعر محمد أحمد العبد القادر: في الجماهير تكمن المعجزات، وغنى بفرحة العيد إيقاظات الذكريات، وقنا بالمتنبي عندما غنى به: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. هذا هو محمد شين المحمد كما عرفنا. وغالبا ما كان يختم في مقام بيكي بقول الشاعر المصري صالح جودة: لا تقولوا غدا فعمري قليل، هده اليأس والعناء الثقيل. وكأنه يتحدث عن نفسه. لا تقولوا لي غدا فعمري قليل، وكأنه يتحدث عن نفسه. لم يكن أحد يستطيع أن ينجز ويحقق في 40 من العمر ما حققه محمد شين، لما حباه الله به من محبة ونصر وقبول لدى كل من رآه أو سمعه. نسأل الله الغفور الرحيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويبارك فيكم أنتم خلفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله أخي وصديقي هنون الأعمر. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا للأستاذ محمد خالد البلال على هذا العرض الوافي.